اهدي يا سارة وعقلي، فكري في اللي هتعمليه ده كويس. انت كده هتودي نفسك في داهية. انت واعية للي انت عايزة تعمليه ده؟ انت اللي بدأت الموضوع يا يوسف. ما احنا كنا عايشين كويسين، لكن انت اللي قررت تفتح الصندوق الاسود. ما انا قلتلك الصندوق ده ملكش دعوة بيه. ليه بس فتحته يا يوسف؟ انت اللي كتبت النهاية بإيدك. ما تخافيش، انا مش هقول لحد. اوعدك سرك ده هيفضل في امان معايا. بس سيبي اللي في ايدك ده وارجعي ورا يا سارة. لو سمحتي اهدي واقعدي وخلينا نتكلم. خلاص، ما بقاش ينفع. كنت هصدق كلامك لو السر كان لسه مدفون ومحدش يعرفه، لكن انت اللي طلعت السر على وش الدنيا. يبقى خلاص، انا اسف ان عملت كده. بس انا كان عندي فضول اعرف ايه الصندوق ده اللي انت مخبياه الفترة دي كلها عني. انا اسف، انا بس كنت عايز اعرف الحقيقة. في حاجات كتير ما ينفعش حد يعرفها، واللي يعرفها لازم يختفي. انت مش اول واحد يا يوسف، ومش هتبقى الاخير. اي حد يعرف السر ده يبقى انتهى. انا يوسف، شاب مصري، اتربيت وعشت وكبرت في امريكا، واتعلمت واشتغلت هناك. حياتي كلها كانت هناك، وعمري ما فكرت انزل مصر. يعني ملناش قرايب فيها، وبابايا ومامتي توفوا هنا، وانا بشتغل هنا. فما فيش اي سبب ان انزل مصر. يمكن ما فكرتش انزلها ولا حتى مرة واحدة في حياتي. وكانت حياتي مثالية جدا، والوحدة كانت بتقتلني. كنت مقضي حياتي خروج مع أصحابي وشغل وسفر وفسح، لحد ما اتعرفت على واحدة كانت شغالة جرسونة في مطعم. كانت جميلة جدا وشقرة، وشعرها كان بني بلون القهوة وبيضة. يعني تركيبة كده مخلياها ملكة جمال، كأنها حورية نازلة من الجنة. كانت رقيقة جدا، رقة ما حصلتش قبل كده. ما شفتهاش على أي بنت بصراحة. هوستني وبدأت أخرج معاها لحد ما قررت أنا وهي إننا نتجوز. بصراحة يا سارة، أنا معجب بيكي وعايز نتجوز رسمي. يعني لو انت وافقتي عليا هكون أسعد واحد في الدنيا. احنا دلوقتي بنتقابل وعارفين بعض، واللي أعرفه عنك بالنسبة لي كفاية قوي. ردت عليه سارة وقالت له: أنا كمان معجبة بيك قوي وبحبك وموافقة أتجوزك، لكن في حاجة أنا عايزاك تعرفها. أنا كنت متجوزة وعندي بنت لسه صغيرة، عمرها شهور مش أكتر. عندها بالظبط 5 شهور. رد عليها يوسف وقال لها: ايه ايه ده؟ يعني انت كنت مخلفاها قبل ما انا اعرفك بشهر واحد بس؟ انا اسف في السؤال، بس كنت عايز اعرف، هو انت منفصلة من جوزك امتى بالظبط؟ ردت عليه سارة وقالت له: انا منفصلة عنه بعد ما عرفت ان انا حامل على طول. اصلا انا اكتشفت ان هو كان بيخوني مع واحدة زميلته، ورفعت عليه قضية، وفعلا اتطلقت منه. لكن هو سابني وانا حامل وهرب عشان ما يتحملش مسؤولية البنت معايا. ومن ساعتها وانا كنت مقررة اعيش لنفسي والبنت وبس. ولكن لما شفتك ما قدرتش التزم بالقرار ده. يعني مش عارفة ايه اللي شدني فيك خلاني اتعلقت بيك قوي كده. يمكن حسيت انك مختلف. رد عليها يوسف وقال لها: انا اسف على اللي انت مريتي بيه، بس جوزك ده مش بني ادم اصلا. يعني ازاي حد يفكر يخون واحدة بالرقة والجمال بتاعك ده؟ بصي يا سارة، أنا ماليش حد في الدنيا، والموضوع ده مش هيفرق معايا. وتأكدي إن بنتك دي هتكون بنتي أنا كمان، وعمري ما هحسسك أو أحسسها بأي حاجة خالص، لو أنت موافقة ومستعدة أتجوزك في أقرب فرصة. وفعلا اتجوزت أنا وسارة، واتنقلنا وعشنا أنا وهي في بيت أنا اشتريته بجنينة. كانت حياتنا مثالية، لكن كان في سر غريب عند سارة. كان عندها صندوق اسود، كان ممنوع ان انا المسه خالص. ما كنتش فاهم هو ايه ده بالظبط، لحد ما قلت لها: سارة، هو ايه الصندوق اللي شكله غريب ده؟ انا لقيته في وسط الحاجات بتاعتك هنا وانا بوضب الدنيا. هو الصندوق ده ايه بالظبط؟ وبعدين هو مقفول بالمفتاح ليه؟ الغريب بقى ان سارة اتفزعت وشدت من ايدي بسرعة الصندوق ده كأني عملت جريمة. ردت عليه سارة وقالت له: انت اتجننت ولا حصلت حاجة في دماغك؟ انت ازاي تمسك الصندوق ده اصلا؟ ما ينفعش تيجي ناحيته ده خالص، ممنوع تفتحه ولا تقرب منه خالص.
انت سامعني؟ رد عليها يوسف وقال لها اهدي بس يا سارة، الموضوع مش مستاهل ده كله، انا بس استغربت من وجوده مش اكتر من كده، خصوصا ان هو شكله غريب قوي، مش زي حاجة انا شفتها قبل كده. على العموم ما تقلقيش، انا مش هقرب منه خالص. خرجت من الأوضة ونسيت الموضوع، لأني فكرت إن الصندوق ده فيه دهب أو فلوس وهي خايفة إن أسرقها أو أخدها منها، خصوصا بعد تجربتها الصعبة وصدمتها في جوزها الأولاني. عشت حياتي عادي وكنت بحاول أعوضها، وحبيت بنتها جدا واعتبرتها بنتي، بقيت بحبها أكتر من روحي، وكان اسمها ليلى. وفي يوم وأنا بقول لسارة سارة تعالي يا حبيبتي، يلا عشان نتصور أنا وانتي وليلى وننزل الصور بتاعتنا على الانستجرام، الكاميرا دي حلوة جدا بتطلع صور ممتازة حقيقي. ردت عليه سارة وقالت له ابعد الكاميرا دي عن وشي لو سمحت يا يوسف، انا مش عايزه اتصور يا سيدي، انا ما بحبش الصور لو سمحت، ما تضغطش عليا، مش كل شويه هتفتح الموضوع ده يا يوسف. رد عليها يوسف وقال لها اهدي بس، انتي واخده الموضوع بعصبيه ليه كده يا ستي؟ ما تتصوريش، اتصور انا والبنت، اصلي بصراحه عمال احكي لاصحابي عن بنتي حبيبتي وكلهم نفسهم يشوفوا صورتها، وكمان انا نفسي انزل صورتنا على الانستجرام زي ما كل الناس بيعملوا، انا مش فاهم انت معترضه ليه. ردت عليه ساره وقالت له اصل انا بخاف من الحسد، يعني من ساعة ما فشل جوازي الأولاني بسبب غيرة الناس مننا وأنا بخاف، وقررت إني ما أدخلش الناس في حياتنا ولا أخلي حياتنا عرضة لحد، يعني عايزة أحافظ عليك وعلى بيتنا، هو أنا غلطانة عشان عملت كده يا حبيبي؟ رد يوسف عليها وقال لها لا يا حبيبتي خلاص، هو أنا مش عايز أضغط عليكي ولا أعمل حاجة غصب عنك، براحتك خالص ولا يهمك، عادي، المهم إنك تكوني مبسوطة انت والبنت. الحكاية دي كانت مضايقاني قوي، لكن ما كنتش عايز أضغط على سارة، كانت دايما بترفض إن احنا نتصور صورة وننزلها على الفيسبوك أو الانستجرام أو على أي حاجة في السوشيال ميديا، ولكن كانت دايما تتحجج وتقول إنها بتخاف من الحسد وبتخاف من عيون الناس، وإن السبب في فشل جوازها الأولاني هو الحسد وعيون الناس، ولكن أنا صدقت الموضوع ده. لكن الغريب بالنسبة لي إنها كانت بترفض حتى إن يبقى في صور معايا على الموبايل الخاص ليها هي والبنت، ولا حتى صور فوتوغرافية في البيت. هو أنا ما كنتش فاهم السبب إيه، لحد ما في يوم رجعت من الشغل بدري وكنت جايب لها هدية، عشان كده دخلت بالراحة بدون ما أعمل أي صوت، وسمعتها وهي بتكلم البنت، واللي سمعته كان غريب قوي، خلاني مذهول ومش شايف أي حاجة قدامي. لقيت سارة بتكلم البنت وبتقول لها كل ما بتكبري بتبقي شكلها نفس الشبه، نفس الضحكة ونفس العيون، كأني خلصت من الكبيرة عشان ألاقي الصغيرة نسخة منها، أنا دلوقتي ممكن أخلص منك لكن مش هعمل كده، عشان لما تكبري أكمل انتقامي فيكي، بس هستنى لما تكبري عشان تفهمي وتعرفي قد إيه أمك ظلمتني، بس هفهمك كل حاجة قبل ما انتقم منك، أنا عاينة كل حاجة وهعرفك كل الحقيقة. أنا سمعت الكلام ده وكنت مذهول، يعني إيه الكلام ده؟ هو في إيه بالظبط؟ ساعتها رجعت خرجت تاني بالراحة، وما رجعتش البيت غير بعدها بساعة، كأني راجع في ميعادي العادي، وبقيت أراقب تصرفات سارة، لكن ما لقيتش حاجة غريبة باستثناء الصندوق الأسود اللي ما بتسيبش حد فينا يلمسه. سكت وحاولت أتعايش مع الموضوع، وقلت يمكن كانت بتقول قصة للبنت ولا حاجة، وعدت الشهور وعدت 1.5 سنة على جوازنا، والبنت بقى عندها 2 سنين، وكان المفروض ان اقدم لها في الحضانة. وفي مرة وانا بتكلم مع سارة وبقول لها بقولك ايه يا حبيبتي، انا عايز الورق بتاع ليلى، يعني شهادة الميلاد بتاعتها والاوراق اللي تثبت كل حاجة عنها عشان اقدم لها في الحضانة، وكمان هيحتاجوا صور ليها على فكرة. ردت سارة عليه وقالت له هي لسه صغيرة مش دلوقتي، يعني انت عايز توديها من دلوقتي ليه؟ احنا ممكن نسيبها نوديها كمان 1 أو 2 أو ندخلها مدرسة على طول، ايه رأيك؟ رد عليها يوسف وقال لها أنا سمعت كلامك في كل حاجة،
لكن مش هسيبك تدمري مستقبل البنت. انت ليه عايزة تأخريها بالشكل ده؟ هي المفروض تدخل دلوقتي. لو سمحتي قوليلي الأوراق فين وأنا هقدم لها وهعمل لها كل حاجة. ما تخافيش يا ستي، مش هتعبك في أي حاجة ولا هسيبك تدفعي فلوس خالص. دي بنتي وأنا اللي متكفل بيها. ردت عليه سارة وقالت له: أصل بصراحة الأوراق ضاعت مني وأنا بنقل أيام ما كنا بننقل من البيت لما جينا نتجوز، وأنا هطلع أوراق بنفسي. اديني بس أسبوع ولا حاجة. وسمعت كلامها واستنيت، ولكن مفيش حاجة كانت بتطلع، وكانت كل مرة بحجة شكل. لحد ما قلت لها: هو انتي ليه متأخرة الفترة دي كلها يا سارة؟ مش أنا قلتلك أنا عايز الأوراق وشهادة الميلاد بتاعت ليلى وإني محتاجها ضروري جدا عشان أقدم لها في الحضانة؟ ده أنا هقدم في حضانة كويسة خالص وهتعجبك. أنا مش فاهم إيه سبب التأخير ده كله. انتي ليه ساكتة وما بترديش عليا؟ ردت عليه سارة وقالت له: هرد عليك أقولك إيه بس يا يوسف؟ ما أنت كل شوية تفضل تسألني. أنا مش فاهمة أنت مستعجل على إيه؟ إذا كان أنا مش مستعجلة وهي لسه صغيرة نبقى نقدم لها يا سيدي على سن 5 سنين، مش قصة يعني. رد عليها يوسف وقال لها: أنا اللي مش فاهم أنت مش عايزة تقدمي لها ليه ومش عايزة تديني أوراقها ليه؟ هو أوراقها ده سر ولا اسم باباها ده ممنوع؟ ما تتكلمي يا سارة وتقولي في إيه، عشان أنا بدأت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. ردت عليه سارة وقالت له: مفيش حاجة غير إني تعبت. أنا كل شوية بروح لكن دايما بلاقي يا إما المكان زحمة يا إما السيستم واقع، وإجراءات كتير جدا وأوراق كتير هم محتاجينها، وأنا بصراحة مش قادرة ألف وأعمل ده كله. أنا إيه اللي يخليني أتعب نفسي في الحاجات دي كلها؟ رد عليها يوسف وقال لها: خلاص ما تلفيش ولا تتعبي نفسك، خليكي وانا هلف انا واجيب الاوراق كلها. انتي بس اديني اسم ليلى بالكامل، يعني اتولدت في انهي ولاية، اسم باباها ايه، والمعلومات دي كلها عشان اعرف اطلع لها الاوراق، وانتي ارتاحي خالص وسيبي الموضوع ده عليا. ردت عليه وقالت له: لا طبعا مالكش دعوة بالموضوع ده خالص. الموضوع ده يخص بنتي، يعني يخصني انا وبس. بطل تتدخل فيه لو سمحت، بطل تتدخل في الأمور الخاصة بي أنا وبنتي. رد عليها يوسف وقال لها: هو في إيه يا سارة؟ أنت بتعملي ليه كده؟ هو أنا ما بطلبش حاجة غلط، وبعدين ما أنا بعتبرها بنتي أنا كمان. أنا ما كنتش منتظر منك تعملي كده أبدا، أو إنك تكلميني بالأسلوب ده. ردت عليه وقالت له: لما تدخل نفسك في حاجة تخص بنتي بالشكل ده لازم أتعصب طبعا. هو أنت شايف إنك ما عملتش حاجة خالص؟ رد عليها يوسف وقال لها: ما كنتش عايزة أضايقك قوي كده، أنا كنت عايز مصلحة البنت مش أكتر. وعلى العموم أنت حرة في الأول وفي الآخر، أنت أمها والموضوع يخصك أنت لوحدك، ولو أنت مش موافقة فأنت عندك حق، الموضوع لا يعنيني في شيء. أنا أسفة يا حبيبي، أنا ما كنتش أقصد، أنا بس فعلا زهقانة من الموضوع ده جدا عشان واخد مني وقت كتير قوي اليومين دول. بس خلاص أوعدك إن الموضوع ده هيخلص في خلال أسبوع أو 2 بالكتير. أنت بس اديني وقتي وبلاش تضغط عليا قوي كده. أنا أسفة يا حبيبي لو كنت زعلتك، وأرجوك ما تكونش زعلان مني. لا خلاص ولا يهمك، حصل خير. أنا عارف إنك عصبية وأنا بحب كل حاجة فيك يا حبيبتي، حتى عصبيتك، ولا يهمك. وفضلت استنى إنها تجيب الورق ويعدي يوم ورا يوم وأسبوع ورا أسبوع لحد ما فات أكتر من 2 شهر والموضوع زي ما هو، وما كنتش فاهم بصراحة فيه إيه بالظبط، لحد ما قررت إن أدور بنفسي. ودخلت دورت في كل مكان ومفيش أي أوراق عن سارة أو حتى عن ليلى. على طول جه في بالي الصندوق الأسود، وبصراحة مش جه في بالي عشان ألاقي فيه أوراق ليلى، ولكن أنا على طول كان عندي فضول أعرف الصندوق ده فيه إيه، عشان كده طلعته من المكان اللي دايما سارة بتشيله فيه. لقيت عليه قفل صغير، وكنت عارف إن لو سألت سارة هترفض تفتحه، عشان كده جبت أدوات من المخزن من تحت وفضلت أحاول أفتح فيه لحد ما نجحت. واللي لقيته فيه كان صدمة. أول حاجة لقيتها صورة لسارة، لكن مختلفة خالص. لون شعرها كان أسود،
الصورة كانت مخلياها كأنها واحدة تانية. دورت في بقية محتويات الصندوق واكتشفت شوية ورق جرايد بعناوين مختلفة، وكان كلها عن اختطاف طفلة من المستشفى بعد ولادتها بدقايق. المشتبه فيها ممرضة في المستشفى، والمفاجأة إن الممرضة تكون أخت الضحية وخالة الطفلة. لم يتم العثور على الطفلة أو حتى الممرضة. الأم تدخل المستشفى في حالة انهيار تامة. عناوين كتيرة كانت من النوع ده، وما كنتش فاهم إيه علاقة سارة بالموضوع ده. بدأت أقلب تاني في الصندوق ولقيت دفتر مذكرات سارة، وفتحته وبدأت أقراه، ولقيت مكتوب فيها: أنا سبت السكن بتاعي أصلي ما قدرتش أدفع الإيجار بتاعه، كان إيجاره غالي قوي وأنا ما كنتش عارفة أروح فين. أنا عارفة إنه ما ينفعش أطلب طلب زي ده، لكن أنا عايزة أقعد عندكم فترة لحد ما أظبط أموري. ردت عليها نادية وقالت لها: ما كان لازم ده يحصل، عشان انتي كنتي واخدة سكن أعلى من مستواكي، ولما جيتي تاخدي السكن ده أنا قلتلك ما ينفعش، والمفروض انك تاخدي حاجة تناسبك، لكن انتي صممتي. فاكرة ولا نسيتي؟ ردت عليها سارة وقالت لها: ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي، يعني لو انتي مش هتساعديني يبقى مفيش داعي تقوليلي كلام يحرق دمي. ممكن بكل بساطة ترفضي وتقولي انك مش عايزة تساعديني وخلاص. رد هادي جوز نادية وقال لها: اهدي بس يا سارة، هي ما تقصدش كده. على العموم ما تقلقيش خالص، انتي ممكن تقعدي عندنا فترة لحد ما تظبطي امورك، يعني احنا موافقين. اقعدي في الأوضة اللي احنا محضرينها للبيبي، هي على العموم أختك لسه في أول الحمل وفاضل شهور كتير على الولادة، تكوني اتصرفتي. ردت عليه سارة وقالت له: شكرا يا هادي، أنا مش هنسى ليك أبدا معروفك ده خالص، وأوعدك إني مش هطول هنا ومش هضايقكم خالص، وكمان هساعدكم في مصاريف البيت. لما قعدت معاهم كان هادي لطيف قوي معايا، وما بيطلبش مني أي طلبات، ما بيطلبش مني أي فلوس، متكفل بكل حاجة، وبصراحة كان إنسان مثالي. وأنا بحسد أختي نادية عليه، بتمنى ألاقي واحد زيه، بس لأ، أنا مش عايزة واحد زيه، أنا عايزاه هو. أنا بحب هادي، أنا حاسة إن روحي متعلقة بيه، هو ده فتى أحلامي، لكن ما ينفعش أخون نادية أختي، وعشان كده أنا لازم أنساه. لحد ما نادية قالت لسارة: سارة، أنا مش كنت قلتلك تجيبي طلبات في البيت وانتي راجعة من الشغل؟ انتي ليه ما جبتيش اللي أنا قلتلك عليه؟ ردت عليها سارة وقالت لها: أصل أنا حسيت إني مش قادرة أروح الشغل النهاردة، فأخدت كام يوم أجازة، وبعدين هيجرى إيه يعني؟ ما هو التلاجة مليانة أكل، هو انتم يعني محتاجين الأكل اللي أنا هجيبه؟ ما انتي بتجيبي وهادي كمان بيجيب، إيه المشكلة بقى؟ ردت نادية عليها وقالت لها: المشكلة انك جزء من البيت ده، وطول ما انت قاعدة هنا لازم تشاركي فيه، ما ينفعش انك تفضلي قاعدة واحنا اللي نصرف عليكي كأنك طفلة. انت شايفة المصاريف زيادة قوي، خصوصا بسبب حملي، ورغم اني حامل انا بشتغل عشان اساعد مع جوزي، وانت لازم تشيلي مسؤولية نفسك. ردت عليها سارة وقالت لها: خلاص، مفيش داعي لأسلوب الكلام ده، انتي أختي، لما تقوليلي كده قدام جوزك المفروض جوزك هيقول ايه؟ ما كنتش فاكرة انك هتتضايقي مني بسرعة كده. رد هادي وقال لها: احنا مش متضايقين ولا حاجة، كل الموضوع بس ان احنا مضغوطين بسبب مصاريف الولادة اللي المفروض نحضرها كمان كام شهر، بس على العموم ولا يهمك، خلاص يبقى هاتي اللي انت عايزاه في اي وقت تاني، ولو مفيش معاكي فلوس خلاص عادي. هادي كان لطيف قوي، على عكس أختي اللي دايما مسكالي على كل حاجة. حسيت إني بدأت غير منها وبدأت أكرهها جدا، خصوصا لما شفت إزاي هادي مدلعها قوي. يعني إزاي حد يحب حد قوي كده، وإزاي ما يفكرش يبصلي مع إني أحلى منها. قررت إن ألفت نظره، وبدأت ألبس قدامه وأتدلع عليه وأعمل حاجات كتير من كده، ولكن الغريبة إن هو كان بيصدني، مش فاهمة ليه، هو مش شايفني خالص. بس عرفت المشكلة فين، المشكلة تبقى نادية، لو خلصت من نادية يبقى كل حاجة تمام. قررت أتكلم معاه بصراحة وأقول له على إحساسي من ناحيته، ورحت وقلت له: بصراحة يا هادي أنا بحبك وعايزة أرتبط بيك،
وما بقتش شايفة راجل في الدنيا غيرك. عارفة انك معجب بيا انت كمان، لكن قلقان من نادية. بس ما تقلقش خالص، يعني هي مش هتتكلم، ولو فكرت تتكلم وتعمل لنا مشكلة يبقى خلاص سيبني عليها وانا هخلصك منها خالص. الغريب ان هادي زعقلي واتخانق معايا، ورد عليا وقال لي: انتي انسانة مجنونة ومريضة، ازاي تقولي الكلام ده اصلا؟ انا بحب مراتي نادية، وعمري ما فكرت فيكي ولا شفتك اصلا، والسبب الوحيد اللي مستحملك في بيتي هو انك اخت نادية وبس. بس انا حسيت انك بتعاملني بلطف. لو انت فعلا مش شايفني وما بتحبنيش، يبقى ليه كنت بتعاملني بالاسلوب اللطيف ده؟ ليه كنت بتهتم بيا قوي كده؟ دي حاجة في دماغك انت وبس، ولكن انا عمري ما اهتميت بيكي زيادة عن اللزوم. كنت بتعامل معاكي عادي كأنك اختي الصغيرة. انا كنت شايفة الموضوع مش عادي ابدا. انا معرفش كنت شايفاه عادي ازاي، بس على العموم خلاص، وارجوك بلاش تقول لناتي اي حاجة. خلي الموضوع ده بيني وبينك. وفي الوقت ده سابني ومشي، وكنت فاكرة انه هو خلاص مش هيتكلم، وبقيت اتعامل عادي. لكن كنت كل ما بشوفه قريب من نادية قلبي كان بيتقطع، لدرجة اني بقيت اوقع ما بينهم واعمل ما بينهم مشاكل. ورحت لنادية وقلت لها: على فكرة يا نادية، أنا عايزة أقولك على حاجة أنا لاحظتها، وبصراحة ما كنتش ناوية أتكلم، بس أنا خايفة عليكي، وخوفي عليكي هو اللي دفعني إن أتكلم. ردت نادية عليها وقالت لها: بقولك إيه يا سارة، اتكلمي على طول وبدون مقدمات. لو سمحتي انت عايزة تقولي إيه بالظبط؟ كنت عايزة أقولك إن بصراحة كده هادي بيخونك. أنا سمعته وهو بيتكلم مع واحدة، وبيتفق معاها إن هو هينفصل عنك وهيروح يتجوزها ويعيش معاها على طول. أنا قلت أما أقولك عشان انت أختي، وبتمنى مصلحتك وحياتك وسعادتك أهم عندي من أي شيء. وفي الوقت ده دخل هادي وكان بيضحك جدا. بصيت ناحيته وناحية نادية، وما اتكلمتش زي ما يكون الكلام ما كانش بيخرج من لساني. لكن لقيت نادية اتفتحت فيا كأنها ما صدقت ان اتكلم، وقالت لي: هو انت فاكرة ان انا معرفش؟ على فكرة هادي جه وقال لي كل حاجة، قال لي انك كنت عايزاه يسيبني عشان خاطرك، وانا كنت ملاحظة من زمان نظراتك ليه واهتمامك بيه الزايد، وكنت بكدب نفسي ومش مصدقة ان اختي تعمل فيا كده. على فكرة هادي كداب، انا ما قلتلوش اي حاجة، انتي اختي وانا مستحيل اخونك. انا مش فاهمة انتي ازاي فكرتي كده، عمري ما صدقك ابدا. انتي طول عمرك بتغيري مني وبتحقدي عليا يا سارة، ده سبب فشلك في حياتك، انك مش عارفة تحافظي على الناس كلها، مش عليا انا بس. بتحبي تأذي كل اللي حواليكي وبس. ودلوقتي انا عايزاكي تخرجي من حياتي. انا عندي زوج بيحبني ومخلص ليا، وجايلي طفل في السكة، وهكون حياة وأسرة، ومش عايزاكي تكوني جزء من الحياة دي. ما كنتش مصدقة ان هي قدرت تقولي الكلام ده وفي وشي كمان، ولا عمري نسيت ابتسامة هادي ونظرة الانتصار اللي كانت في عينيه. وعشان كده قررت ان لازم ادمر حياتهم، واسرتها اللي هي فرحانة بيها دي لازم ما يبقاش ليها وجود. واستنيت لحد ميعاد الولادة ما تقرب، وبعد كده رحت واخدت معايا ورد، وفضلت اتكلم وابكي واترجاهم انهم يسامحوني وانهم يدوني فرصة لحد ما صدقوني. رحت لنادية وقلت لها: صدقيني يا نادية أنا ندمانة، أنا مش عارفة أنا فكرت كده إزاي. أنا كان نفسي أكون جزء من عيلتك، وكنت حاسة إنك بتبعديني عنك، وده سبب لي غيرة جامدة قوي. لكن عرفت غلطتي لما بعدتيني عن حياتك. أنا أسفة، أنا نفسي أكون جزء من حياتك وأشارك في تربية بنتك. بصراحة يا سارة أنا مش عارفة المفروض أصدقك إزاي، لكن أنتي أختي وأنا هديكي فرصة تانية. ما أقدرش ما أعملش كده، انت فعلا غالية عليا جدا. ورد هادي وقال لها: احنا هنفتح معاكي صفحة جديدة يا سارة، لكن لو حصل منك حاجة تاني المرة دي هتخرجي من حياتنا للأبد. لا يا هادي خلاص، أنا عايزة أكون جزء من حياة أختي وبنتها، وصدقوني المرة دي مش هتندموا أبدا، ولا أنا كمان هندم. وبقيت الفترة دي كل يوم أروح لها، والنهاردة أنا رايحة لها المستشفى وناوية أنفذ الخطة بتاعتي. وانتهت المذكرات على كده، وكنت مصدوم ومش عارف في إيه بالظبط،
كنت مصدوم. يعني أنا كنت عايش كل الفترة دي مع واحدة خطافة ومجرمة وأنا مش عارف وفاكر إني ببني حياة وأسرة. لكن قبل ما استوعب أي حاجة شفتها واقفة قدامي وعينيها كلها شر، ولقيتها بتقولي: انت مين سمحلك تفتح الصندوق بتاعي؟ دايما الفضول كده بينهي حياة الإنسان. لو كل واحد يبطل فضوله ويبطل يدور ورا غيره كان كل الناس عاشت سعيدة. رد يوسف وقال لها: انت يا سارة مش لازم تخافي مني، انا مش ناوي اذيكي، واعتبري اني ما شفتش حاجة. وانا فعلا ما شفتش حاجة، انا فتحت الصندوق صحيح لكن ما اعرفش جواه ايه، انا لسه ما قريتش اي حاجة. ردت عليه وقالت له: وتفتكر يا يوسف انا هصدقك وانا واقفة بقالي شوية وشايفاك وانت بتقرا في المذكرات؟ وحتى لو ما شفتكش وانا هو مجرد كلام في الفاضي. كلامك واضح قوي، انت خلاص يا يوسف بقيت عبء زيك زي غيرك، زي هادي بالظبط، وزي ما خلصت منه انا هخلص منك انت كمان. تخلصي مني ازاي يعني؟ طب افتكري احنا بنحب بعض ازاي، افتكري ليلى بنتنا واللي احنا قررنا انها تتربى في وسطنا، مش هو ده اللي احنا كنا بنحلم بيه؟ ليلى تبقى بنتي انا ولكن مش بنتك انت، زيك زي نادية، وزي ما نادية خطفت مني حياتي وبنتي وكل حاجة بتاعتي انت كمان عايز تعمل كده، وانا مش هسيبك تعمل كده. وفي اللحظة دي أنا زقتها بسرعة وجريت على أوضة ليلى وقفلت الباب على نفسي أنا وليلى واتصلت بالبوليس، وبقت هي على الباب عمالة تخبط وتصرخ عشان أفتح الباب، وأنا ما فتحتش الباب غير لما سمعت إن البوليس وصل وقبض عليها كمان. وفضلت ليلى معايا في البيت، وبعد أيام اتصلوا بيا وقالوا لي إن هم قدروا يلاقوا نادية وبعتوا يجيبوها عشان تستلم ليلى، وإني لازم أروح القسم. رحت وهناك شفت نادية واتصدمت بالحقيقة كلها. قعدت أنا والظابط وسمعنا الحكاية، وكان معاه التقارير اللي نادية جايباها معاها. لقيت نادية بتحكي وبتقول: سارة أختي ضحية قبل ما تكون مجرمة، دي أرق إنسانة في الدنيا كلها، ما كانتش كده، عمرها ما كانت بتحب تأذي حد. الموضوع كله بدأ لما هي كانت رايحة رحلة هي وجوزها وولادها التلاتة، وللأسف اللي حصل إنهم عملوا حادثة وجوزها وولادها توفوا، وهي بس اللي نجيت، ولكن جالها حالة نفسية ودخلت المستشفى فترة، وكنا فاكرين إن هي بقت كويسة وعشان كده خرجناها، وأنا خفت عليها تروح تقعد لوحدها، عشان كده أخدتها تقعد معايا في البيت. وفي الوقت ده بدأت تحصل تصرفات غريبة منها. كانت نادية وهادي قاعدين وبيضحكوا، وسارة دخلت بتبص لهم بكل غيظ وتقول لهم: مش كفاية انك بتخونيني مع جوزي وواخداه مني، كمان قاعدة تهزري وتضحكي معاه في بيتي بكل بجاحة؟ ردت نادية وقالت لها: اهدي بس يا سارة يا حبيبتي، انتي خدتي علاجك النهاردة؟ ما ينفعش يا حبيبتي ما تاخديش علاجك، عشان الحالة بتاعتك بتسوء قوي لما بتبطلي العلاج. قصدك ايه يعني؟ عايزة تقولي ان انا مجنونة؟ انا لا يمكن اسمح لك تقولي كده ابدا. نفسك تدمري حياتي طول عمرك، طول عمرك بتغيري مني ونفسك تاخدي مكاني، لكن حرام عليكي تاخدي جوزي، ده بيحبني انا، قول لها انك بتحبني انا. رد هادي وقال: الوضع كده بقى صعب ولازم اختك تدخل المستشفى، الموضوع مفيهوش عاطفة، هي لازم تتعالج. وفعلا دخلناها المستشفى لتاني مرة، ولكن بعد شهور خرجت وكان شكلها بيقول ان هي خلاص خفت ورجعت تشتغل تاني ممرضة زي ما كانت بتشتغل الأول أيام جوزها وولادها. بس أنا رحت أولد في المستشفى اللي هي فيها، البنت اختفت هي وأختي، وعرفنا من الكاميرات إن هي اللي خطفتها. عملنا بلاغ وفضلنا ندور عليها كتير لكن بدون أي فايدة. رد يوسف وقال: أيوة بس في حاجة مفقودة كده، لأن أختك أنا سمعتها بتكلم ليلى وبتقول إن هي خلصت منك وإن هي هتنتقم من ليلى عشان انت أذيتيها، وكمان قالت إن هي خلصت من جوزك. مش فاهم حاجة، هي ليه بتقول كده لو ده ما حصلش؟
ردت نادية وقالت له: يا أستاذ يوسف، أختي سارة مريضة نفسية وبيتهيأ لها حاجات مش موجودة. يعني موضوع إن هي أذتني وأذت جوزي ده ما حصلش، هي خطفت بنتي وأظن مفيش أي أذية أكتر من كده، لكن هي مريضة ومش واعية للي بتعمله. رد الضابط وقال: أنا آسف على السؤال يا مدام نادية، لكن جوزك هادي فين؟ إحنا ما قدرناش نتوصل لعنوانه وكنا محتاجينه يكون حاضر معانا دلوقتي. ردت نادية وقالت له: للأسف بعد خطف بنتنا كان محمل لنا المسؤولية، وعشان كده المشاكل كترت ما بينا قوي لحد ما انفصلت أنا وهو، وآخر حاجة عرفتها عنه إن هو سافر برا البلد خالص ومعرفش عنه حاجة غير كده. وطبعا سارة ما اتحاسبتش عشان خاطر حالتها النفسية ومرضها، لكن دخلت مصحة نفسية، وانا بصراحة ما قدرتش ان هي تفضل على ذمتي، لاني ما كنتش اقدر اكمل مع واحدة مريضة نفسية ولا هقدر أأمنها على نفسي وعلى عمري، لكن كنت بتابعها من وقت للتاني. وبالنسبة لليلى فمامتها أخدتها على طول، وأنا خرجت من حياتها ومن حياة مامتها للأبد، لأني ما كنتش حابب أكون جزء من حياتهم بعد كده. وبكده تبقى خلصت قصتنا، ويا ريت ما تنسوش تقولوا رأيكم في التعليقات. وبالنسبة للناس اللي أول مرة تتابعنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دايما يا رب أشوفكم بكل خير. كلنا بندور على حاجة واحدة بس، إننا نبقى سعداء. وبعد تفكير وتحليل طويل قناة حكايات وبنعيش جواها ووصلت للروجيتا السحرية، إننا طول ما احنا عايشين لازم يكون عندنا يقين وأمل إن أحلى حب في حياتنا لسه ما عشناهوش، أحلى طعم لسه ما دقناهوش، أحلى مكان لسه ما رحناهوش، أحلى كلام لسه ما قلناهوش، وأحلى يوم لسه ما عشناهوش. لازم يفضل جوانا أمل ويقين، ونفضل مستنيين الحاجة الحلوة الجاية، وهتيجي بإذن الله. القناة دي اتعملت عشان تكون مكان الأمان والصدق لكل واحد فينا، مكان تحكي فيه وتسمع فيه قصص تمس قلبك وتديلك أمل جديد في الحياة. لو عندك قصة نفسك تحكيها وتبقى أنت بطل الحكاية، ابعتها لينا واحنا هنحكيها للناس ونشوف رأيهم في التعليقات. تقدر تتواصل معانا على جروب الواتساب. ويلا بينا نبدأ ونصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونشوف أحداث قصتنا اللي جاية هتاخدنا لحد فين. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.